مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر بخير، وكل الأمة العربية وكل إنسان على وجه الأرض نقول له يا رب بخير، وأيامنا يا رب تكون كلها حب، لأن الحب هو اللي بيخلينا نحقق أحلامنا، الحب هو اللي بيربطنا ببعض. من غير الحب أكيد الحياة أكيد هتبقى صعبة جدا، من غير الحب هيبقى العالم كله دمار. الحب هو اللي بيقرب المسافات بينا. النهارده ضيفتي وضيفتكم طبعا اتخذت من النظره الاولى، يعني اتخطفت ولها يعني قصه جميله بينها وبين اللي اختارته لقلبها. يعني هتحكي لنا عن حاجات كتير ومشاعر رقيقه بينها وبينه. معانا ضيفتي وضيفتكم الفنانه عنبر. فنانه من التسعينات، قدمت الكثير. هي طبعا خريجه كليه الحقوق جامعه القاهره، لكن حولت السياحه واشتغلت بالسياحه شويه، وبعد كده اتجهت للفن. عاشقه للفن منذ الصغر، قدمت الكثير والكثير في اعمال ليها. يعني من اعمالها اكيد اللي انتم ممكن تكونوا فاكرينها طبعا الف ليله وليله، من اجمل الاعمال اللي عملتها، كان ليها دور مميز. قدمت حاحه وتفاحه، قدمت كتير وكتير. طبعا اشتغلت مع الزعيم عادل امام، من اجمل الاعمال اللي هي اشتغلت مع فريد عدلي علام. طبعا شيء جميل ان عنبر تكون اختارها الزعيم في اعمال من اعمالها، مع محمد صبحي، مع حاجات كتير هتعرف عليها. هي السي في بتاعها اللي هتقوله لنا. عنبر نورت الدنيا. مساء الخير عليكم. كل سنه وانت طيبه. اولا وانت طيبه. انا سعيده بيكي. هسيب كل حاجه ونتكلم. انت في بيتك في اسرار والنجوم طبعا. يا اسرار احنا كلمي براحتك. انت حبيبتي وانت اعلاميه ومطربه جميله، وانا عارفك من زمان، وانت حد جميل محترم، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده. ولو انت مش غاليه عليا وكل الكرو غالي عليا، ما كنتش نزلت من بيتي النهارده. اكيد. وعيد الحب النهارده. وعيد الحب النهارده كمان. فعايزه اقول لكل اللي قدام الكاميرا وورا الكاميرا، الكرو، الاخراج كله، القائمين على القناه، كل سنه وانتم طيبين، وهابي فالنتاين داي. كل سنه وانتم طيبين. ايامكم كلها حب في حب باذن الله يا رب. عنبر، يا ريت بطاقه شخصيه لعنبر لجمهورها الجميل يعرف مين. طبعا عنبر محمد، مين هي عنبر؟ عنبر محمد عوض شتا طبعا. الاسم الفني عنبر. ايوه. خريجه ليسانس حقوق جامعه القاهره. مواليد 1/8 برج الاسد. ايوه. وحيده. متزوجه. بس ايه تاني؟ اعمل طبعا في الفن منذ، يعني الفن ده كان هوايتي من الصغر، بس طبيعي في الدراسه بتخلصي الدراسه اتجاهاتك بتروح لحته تانية يعني. اكيد. يعني في الحقوق انا كنت اصلا اداب علم نفس، وبعدين حولت في اول سنه لحقوق. وخلصت حقوق، بعد كده اشتغلت في السياحه والفنادق. عارفه الحياه، يعني الحياه الدنيويه اللي احنا عايشينها والحياتك الاجتماعيه ساعات بتخليكي تتجهي اتجاهات تانية. اكيد اكيد. ممكن تبقي حابه حاجه بس تلاقي نفسك راحتك، فاشتغلت واتخذت من شغلي او المجال التاني في الوسط الفني يعني. فجأة. وكان أول أعمالي طبعا كان سر الأرض مع النجم الراحل المخرج الجميل أحمد بدر الدين رحمة الله عليه، وكان دي البداية في التلفزيون. كان معلم كتير سر الأرض طبعا بصراحة. وبعدها ابتدى، عارفة لما بيطلع بنت جديدة في بنوتة جديدة طالعة مش عارفة اسمها ايه، بيبتدوا ياخدوكي. كانت الفرصة طبعا اللي جات لي، كنت الحمد لله محظوظة، وكان في البداية حاجة كويسة ان انا اعمل بطولة فوازير. فاختاروني لبطولة فوازير. ألف ليلة وليلة؟ لا، بطولة فوازير في البداية، الكلام ده عمر تاني يعني. اختاروني لبطولة فوازير القناة 7، وخدت أحسن فوازير قنوات محلية في السنة دي. وكنت مبسوطة جدا لأن أنا كنت لسه جديدة ومعرفش أي حاجة، وكل الناس اللي معايا هواه، وخدت أحسن فوازير قنوات محلية. وكانت طبعا في وسط عمالقة كبار جدا، طبعا أستاذنا الكبير سمير غانم، الأستاذة شريهان، الأستاذة نيلي، الناس اللي احنا ما نجيش فيهم أي حاجة، ومش هينفع نقارن نفسنا بيهم طبعا كأساتذة كبار عملوا الفوازير. لكن كنت حاسة إن أنا عملت حاجة في البدايات إلى حد ما انضافت للسي في طبعا. وبعد كده ابتدت تتوالى الأعمال بقى واحدة واحدة، ستيب باي ستيب، لغاية يعني اول الاعمال اللي عملتيها يعني في الدراما، يعني كان يعني في التلفزيون المصري. طبعا انت عارفه التلفزيون المصري كان الاول يعني. لا طبعا هو صاحب قطاع الانتاج، هو كان مهم جدا. صوت القاهره، قطاع الانتاج، مدينه الانتاج، كان فاتحه يعني كانت مجالات كتير، كانت مساحه. والواحد زعلان ان الاماكن دي ما بقتش تشتغل زي الاول. انا عن نفسي الاماكن دي ليها الفضل عليا، انها خلت في بذره اسمها عنبر تكون موجوده على الساحه.
كان في عمل كتير عمر، كان في تحسي في كله شغال وكله ما كانش في حد يعني بيقعد، وبعدين بتشتغلي هنا وبتشتغلي هنا وبتشتغلي هنا وبتتعرفي على كل المخرجين. اشتغلنا مع جيل المخرجين العباقرة الكبار المحترمين اللي طبعا فيهم كتير رحلوا عن عالمنا وفيهم كتير موجودين ربنا يديهم الصحة اللي مش هيتكرروا. انا بعتبر نفسي يعني حاجة كده من الجيل اللي فات، يعني من الجيل اللي اتعلمت او تتلمست على ايد اساتذة كبار. انا سمير سيف الله يرحمه ساب جواكي اثر كبير، انا عارفه ده. بصي دكتور سمير سيف من الناس اللي اثر في حياتي جدا جدا على الحياه العمليه والحياه الانسانيه، لان هو كان انا دكتور سمير سيف رحمه الله عليه كان ليه الفضل عليا بعد رب العالمين ان انا اول تعارف بيني وبينه كان في فيلم معالي الوزير، وكان المثلث نفسه يخض. كان تاليف استاذنا الكبير وحيد حامد، كان النجم الراحل اللي عمرنا ما هنعوضه نجمنا الكبير الراحل احمد زكي. وكان ليا الشرف ان انا في يوم من الايام يكتب لي ان انا اقف قدامه في فيلم معالي الوزير، وده كان اول تعامل مع دكتور سمير سيف. الله يرحمه. كنت مبسوطه جدا بالتجربه. بعدها قال لي هتشتغلي معايا على طول. وكانت عارفه لما حد بيقول لك كلمه وينفذها. فاشتغلت مع دكتور سمير سيف من اول معالي الوزير، بعدها الصعود، بعدها نور الصباح، بعدها نسيم الروح، بعدها الدم والنار، السندريلا، كل دور ابن دكتور موت. سمير كل سيف. دور كل اعمال سلسله الاعمال دي طبعا كانت مع دكتور سمير سيف، وكان كل عمل يقول لي انا جايبك في حاجه مختلفه، انا شايف فيكي حاجه يعني تعملي كل حاجه. فطبعا ما اقدرش انسى فضله، هو من الناس اللي وقف جنبي وفضله هيفضل على راسي طول العمر رحمه الله عليه. حد ما يتعوضش انسانيا وفنيا، وطلع نجوم وطلع اجيال كتيره. وطبعا مش عايزه انسى في الكلام استاذنا الكبير والنجم ربنا يديله الصحه، وعايزه اقول له كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت في حب يا رب. استاذنا محمد صبحي. محمد صبحي طبعا انا كمان بقول له كل سنه وانت بخير. طبعا فنان قدير وفنان بيحترم نفسه وبيقدم طبعا رساله للمجتمع هادفه. انا بقول لك كل سنه وانت طيب يا فنان يا كبير استاذ محمد صبحي، واسرتك بخير يا ربي، ودايما في عطاء ربنا يديك طول العمر حقيقي. يا رب يا انت عملتي معاه طبعا، اشتغلتي معاه برضه استاذنا الكبير محمد صبحي من الناس اللي تبنوني من اول انا وهؤلاء. عملت بعد رجل غني فقير جدا، عملت عايش في الغيبوبه، عملت ونيس وايامه طبعا عملت معاه ما فيش مشكله خالص. يعني الحمد لله هو من الناس اللي اتلمست وتعلمت منه حاجات كتيره جدا. استاذ محمد صبحي مدرسه بجد تتعلمي منها ازاي تبقي فنانه، مش يعني احنا دايما لما يجي نتخانق مع بعض تلاقي الصوت العالي بتاع هو عنده ما فيش الكلام ده، انه الفن لا رستقه يعني علمك الفن صح، علمك الالتزام. الحمد لله انا طبيعتي ملتزمه طبعا. لكن هو بيحب الالتزام. أكيد. هو يقول لك ممكن تكوني ممثله 50%، انا هعرف اخليكي ازاي تكوني 100%، بس تكوني ملتزمه. انسانه ملتزمه، انسانه بتحترمي شغلك وبتحترمي وقتك وبتحترمي المكان. فده انا عايزه اقول له ميرسي ميرسي لكل اللي اتعلمته منك، وانت صاحب فضل عليا عمري ما هنساه ابدا. والله بجد يعني عارفه الواحد انا بنفسي يعني زعلانه لما بحس ان كل الجيل الجميل والمخرجين يعني اللي هم الاساتذه الكبار كتير منهم رحلوا عن دنيانا، فتحسي بس في طبعا اجيال جديده طبعا طلعت وموجوده، لكن دول اعمالهم لا زالت موجوده جوانا، ولا زالت تحسي كل ما بتشوفي العمل قد ايه اتعمل برضه باتقان وبحب طبعا ما بتشبعيش منه. يعني اعمال دكتور سمير سيف ما تشبعيش من اعماله. يعني اسماعيل عبد الحافظ، محمد فاضل، استاذ جمال عبد الحميد، طبعا بصي هتقول مين ولا مين من الاساتذه الكبار، استاذ احمد خضر رحمه الله عليه. في ناس كتير قوي بجد مش هنعوضهم وليهم بصمه مش هتروح، واعمالهم ما زالت قائمه. والجيل الجديد طبعا احنا دايما في تطور تكنولوجي يعني أكيد في كل حاجه، بس اتمنى نروح بس يا ريت. بس عايزه اقول لك حاجه، انا يعني بامانه جدا حاسه ان الروح اللي كانت موجوده ما بقتش موجوده دلوقتي. ليه بقى؟ لانه في اختلاف في الزمن. صحيح. يعني انا مثلا ابتديت الفن من 22 سنه لما دخلت الوسط الفني. أيوه. اللي داخل دلوقتي المخرجين الجداد كلهم شباب صغيرين 28 30 32. مفيش تالف لسه، مفيش تالف. على قد التاريخ اللي انت فيه ده ممكن يجي اسمك يتقال لحد يقول له مش عارفها. طبعا. طب هقطع كلامك ان احنا معانا مكالمه مهمه جدا، نصك التاني على التليفون. احلى حاجه طبعا الفنان محمد القطوري، اهلا بيك. صح كده؟ طبعا نورتنا. اهلا بيك. اهلا بيك حبيبتي استاذ محمد، كل سنه وانت طيب وبخير. وانت طيب يا حبيبتي، هابي فالنتين على كل مصر يا رب. ربنا يخليك. انت النهارده طبعا كان نفسنا تكون معانا في الحلقه الجميله دي، والله انا كان نفسي كمان ابقى موجود معاكم، بس انا عندي بس ظروف صحيه كده بمر بيها الفتره دي، وانا اسف، وانا بعتذر لكل المشاهدين عن عدم وجودي النهارده معاكم يعني.
طبعا معاك عنبر نصك التاني، عايز تقول لها على الهوا اللي انت عايز تقوله. كل سنه وانتم طيبين وايامكم كلها خير وحب. كان نفسي ان احنا نعمل يعني حاجات كتير الجمهور يعرفها عنكم انتوا الاثنين، لكن هي بقى اللي هتحكي للجمهور. مساء الخير. انا مساء النور، عايز اقول لها قدام كل الناس يعني. هتقول لها ايه؟ اقول هتقول لها لها ايه؟ مهما عملت معاكي مش هقدر اوفي في اي حاجه من اللي بتعمليها معايا، ويا رب كل لحظه وانت جنبي سعيده وانا كمان سعيد بوجودي جنبي. حبيبي هابي فالنتاين، وكل سنه وانت كل الحب بالنسبه لي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك يا اطيب قلب. على فكره انا برضه عايزه اقول لكم ان محمد حد جميل من جوه ومن بره. بحبك جدا، ويا رب اكون دايما، يا ربنا يقدرني على اني اسعدك واكون دايما جنبك زي ما انت جنبي، وربنا يخلينا لبعض يا رب ويشفيك. والف سلامه عليك يا روحي. كنت نفسي تبقى معايا النهارده بس انت برضه معايا على فكره. يعني مش عارفه اقول لكم انا قد ايه فرحانه بجد، سعيده باللحظات الجميله دي. يا رب يدوم بينكم الحب يا رب دايما، يبعد عنكم اي الشر، يبعد عنكم الحاقدين. يعني انا طبعا عنبر هتكمل الكلام وتحكي لنا ازاي عرفت محمد، لان طبعا يعني الوسط الفني عارف يعني المشاعر قد ايه، وانت قد ايه جريت لحد ما اخدت عنبر. فده انا اسعدني، وعشان كده جبت النهارده عنبر في عيد الحب. يا حبيبتي ميرسي ليك يا رب، وتاني مرة بقول كل سنة وشعب مصر كله طيب وكل العالم العربي طيب وبخير، وانتي طبعا قبلهم كلهم، وطبعا عنبر حبيبتي حبيبي. بتمنى لكم كل سعادة وكل لحظة وانتم مبسوطين، ويبعد عننا اي شر ومكروه يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، يا فنان يا جميل، كل سنه وانت طيب، وان شاء الله نلتقي بيك ان شاء الله قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي ليك، كل سنه وانت طيب. ميرسي. خلي بالك من نفسك يا حبيبي. احنا بصي قاعدين كده فري، يعني بصي هو اسرار النجوم ان احنا ممكن نفتح ونقول كل حاجه مع بعض. احكي لي بقى، يعني احكي لنا ولجمهورنا يعني معرفتك طبعا بالفنان استاذ محمد. بصي محمد القطوني ممثل زميلنا، اعرفه من زمان جدا. بنتقابل كزملاء في الوسط أكيد يعني اكيد بنسلم على بعض بتاع كده. ساعات الايام بتفرقك، يعني ممكن اشتغل انا وانتي في عمل وما نتقابلش الا بعد كام سنه يعني. ففاتت الايام لغايه ما مامتي رحمه الله عليها توفت، يعني الله يرحمها، الف رحمه ونور عليها. جالي وعزاني، وبعدها كان عندنا انتخابات نقابه. فانا كان زميل لينا يعني في مجلس اداره النقابه المهن التمثيليه دلوقتي، اختارني ان انا اكون المستشاره الاعلاميه بتاعته، وان انا اقف جنبه واسانده في الحمله بتاعته يعني. ومحمد كان مختاره زميل اخر انه برضه يكون يسانده، يكون المستشار بتاعه في الحمله العلنيه. فبقينا بنتقابل في النادي النقابه، بنتقابل هنا عشان الانتخابات. لغايه ما جه اليوم بتاع الانتخابات، عدى اليوم وبتاع، اللي هو كان محسن منصور وكان ايهاب فهمي نجحوا في الانتخابات طبعا بشكل كويس، ربنا يوفقهم يا رب، وبقوا في اعضاء مجلس نقابه المهن التمثيليه. وبعدها عادي، انت فين، انت فين، بتاع كذا. فجأة بعدها بيكلمني يطمني عليه بتاع كذا، اخبارك ايه، طب مش هنتقابل نشرب قهوه مع بعض. جت كده اللي هو تاني قعده، تالت قعده، انا بحبك وعايزه اتجوزك كده على طول وش يعني. عارفه صراحه برافو عليه، داخل يعني استريت، عارفه. لا احترمت فيه حته ان هو فير قوي وواضح وحد يعني محترم وحد محترم. فقلت له بس على طول كده، في احنا اخوات اصحاب من زمان يعني، وانا ما بفكرش في الجواز يعني، انا كان الموضوع عندي واقف شويه مش عايزه. فقال لي على فكره لو ما وافقتيش هخطفك. فقلت له انت بتهرج؟ قال لي بجد هخطفك لو ما وافقتيش. مرت الايام، بقينا بنتكلم بنتقابل في اصدقاء، صديقات ليا يعني عزاز على قلبي واخواتي واصحابي، شافوه بتاع، حسوا ان هو لطيف. طب ليه لا، ده حد جميل، ده حد مش عارف ايه. بقى يقول لهم عشان خاطري يعني، قولوا لها بقى انا هسيب الموضوع في ايدكم يعني. فقلت له لا، لغايه بس هو في الاخر عايزه اقول لك كل شيء نصيب بجد. اكيد لما ربنا بيكون رايد شيء بيحصل من غير ما انت تفكري. عارفه خدناها تهريجه في كلمتين بتاع شهرين كنا متجوزين. شيء جميل يعني على طول كده. عارفه عنبر، انت رايك القرب فعلا بيولد حب؟ يعني القرب يعني حتى يعني انت هل قربك معاه كل يوم، وجودك معاه طبعا يعني بصي الألفة يعني حته الألفة اللي بتحصل بيني وبينك لما بنقعد نتكلم، بتشوفي شخصيتي بشوف شخصيتي. طبعا عايزه اقول لك انه برده مش عايزه اقول في جوانب في شخصيتي او شخصيته استحاله تظهر
الا بعد يعني تمام. لغايه ما يتقفل عليكم باب واحد. بعد الباب ده بيبقى في حاجات كتير اكيد مش واضحه، أكيد. بتبان مع الحياه، بالتفاهم. بتبان بقى الحياه، لكن على الاقل في بوادر لشخصيتك، صحيح. لاسلوبك، اذا كنت حنينه، اذا كنت جدعه، اذا كنت طيبه، اذا كنت هو بصراحه حد اللي عجبني فيه حاجه كمان جدا انه واضح. الاهم من ده انه بتاع ربنا جدا. اهم حاجه ان هو يكون ضميره بجد. صاحي، يعني ضميره ويراعي صاحي ربنا وبيراعي فيكي ربنا اكيد طبعا. وبيصلي الوقت بوقته، ودي أكيد. حاجه انا يعني اللي قريب بحترمها فيه من جدا. ربنا يا عنبر اكيد يعني بيبقى قلبه كله خير وحب طبعا، وبيحبني جدا وبيخاف عليا جدا من اي حاجه في الدنيا. وانا كمان حبيت فيه حبه ليا، وبعد كده حبيت هو عارفه اتنين كده ممكن يبقى بينكوا، طبعا مش عايزه اقول حاجه كلها عسل ولا كلها حلوه، مفيش خالي من المشاكل أكيد. بس يمكن المشاكل بتولد بينكوا ارتباط اكبر. بس لما ممكن مشاكل بس تفهموا بعض. طبعا. ما هي كل مشكله في الاول بالذات فتره الجواز الاولى عايزه اقول لك، او السنه الاولى بالتحديد، بيبقى في مشاكل كتيره جدا بين الزوجين، لسه ما فهمتوش بعض، لسه ما تعودتوش على يعني بعض. مهم جدا يعني البعد زي ما بيقولوا بيولد الكفاءة، بيولد دي حقيقة على بتلاقي فكرة. اشخاص تانيين، يعني حتى لو في ناس بتبقى مسافره ممكن بتلاقي غصب عنهم بيتعرفوا على ناس تانية، على اشخاص تانية طبيعي وتملى حياتهم. لا طبيعي، ده أكيد. لكن يعني القرب ده صحيح. حتى لو انت بتختلفي معايا واحنا في مكان واحد ممكن نحل لكن المشكله. القرب هو اللي بيخلي العلاقه بين الحبيبين، بين الزوجين بتبقى تفرق كتير. انكم تبتدوا تفهموا بعض، تفهموا دماغ بعض عشان تعرفوا تتعاملوا. صحيح. عشان اي خلافات لازم تدوب بينكم، لكن لو هتفضل تكبر تكبر تكبر، لكن عايزه اقول لك مفيش حياه ما فيهاش مشاكل، ده طبيعه الحياه عشان حتى المسيره تكمل يعني، لكن مش هيفضل على وتيره واحده ولا حاجه واحده، مش هتكملي. صحيح. لكن عنبر طبعا اكيد اي مشاكل بتفوت على اي حبيبين بالحب اكيد بتتحل، او بتغفري له اي حاجه، او هو بيغفر لك اي حاجه. ده حقيقي بجد. طبعا اكيد يعني في مشاكل، ويمكن ساعات انت لما تفكري فيها انك عايزه تبعدي، عايزه تخلصي الموضوع ده، مش عايزه تكملي، ساعات بتفكري ما بعد ذلك. صحيح. نسبة تعلقك بالبني آدم ده اللي في حياتك شيء مهم. أو الشخص أو الاحتواء. صحيح. إحساسك بالأمان، إن أنت لو لوحدك فأنت حاسة بالأمان، بتنامي عارفة إن الباب هيتفتح عليكي بعد كده في حد يطبطب عليكي. مظبوط. غير إنك تكوني لوحدك، فبتفكري ألف مرة إنك أنت في حتة إنك تنفصلي حتى مهما كانت المشكلة كبيرة. فبحاول لازم أغير ده، وأحاول إن أنا أقول سامحي. التسامح طبعا. شيء جميل، وانا عايشه بالتسامح. في مكالمه برضو مهمه جدا جت دلوقتي من النجمه الكبيره سميره صدقي، يعني هي برضو الحب وهي الاحساس والمشاعر الجميله. طبعا. اهلا بيكي يا فنانه. ازيك يا اسرار، وحشاني، وكل سنه وانت طيبه، وعيد حب عليكي يا رب، ويبقى قلبك كده دايما مفتوح بحب جديد دايما. وحشتيني والله بجد، وحشتيني. وعنبر حبيبه قلبي، يعني ربنا يديها الصحه وينور لها طريقها، ويبقى عيد حب عليها سعيد. حبيبتي يا عمرو، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت جميله، وكل سنه وانت ماليه الدنيا. حبيبتي وحشاني جدا جدا جدا. عامله ايه؟ وانتي طيبة يا حبيبتي، واعزائي المشاهدين والمستمعين بخير، وعيد حب عليهم جميعا، وعلى مصر وعلى الامة العربية كلها يا رب. ازيك يا حبيبتي؟ انتي اخبارك ايه الحمد وعامله لله. ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انتي طمنيني عليكي. انتي معاكي واحده قمر، اسرار دي جميله، اسرار طول عمرها جميله على فكره، مستمع وجميله، وصوتها الا صوتها اسرار بقى. طبعا لا لا لا. طبعا. هي مطربه جميله وانا عارفه ده. ام كلثوم والجلجل. لا هي لازم تسمعنا حاجه دلوقتي كمان بمناسبه عيد الحب، يعني بمناسبه وجودك معانا. بقول لك الحب كله حبيته فيه. يا سلام يا سلام عيوني. انتي وحشتيني، عايزين نتكلم على الاعمال الجديده، تشرفيني ونتكلم على الاعمال الجديده والمسلسلات الجديده اللي داخله فيها، فشرف كبير ان احنا نتشرف بيكي. ان شاء الله يا اسرار، ان شاء الله انت ليكي، ما انت انا موعداكي بمسرحيه معايا باذن الله. طبعا ربنا يسهل. وعنبر معانا كمان. عنبر ومعانا عنبر طبعا. طبعا دي بنتنا يعني. حبيبتي. عنبر دي بنتنا. حبيبتي تسلمي يا رب. الله يخليكي يا عنبر. وانت عامله ايه يا حبيبتي واخبارك ايه؟ انت فين؟ مش باينه ليه بقالك فتره؟ انت لا كمان والله لا انت زينا متقاعده زينا يعني. ما هو بصي، ما انت دلوقتي لازم يعني مش بتختاري اي حاجه. انا كانت اخر حاجه عفاريت عدلي علام، بعدها اتعرض حاجات كده يعني مش بتعجبني، فالواحد بيتخير ايه ينزل من بيته عشان ما يقللش من نفسه. لازم يبقى في الاحسن طبعا. او لازم يبقى عند نفس مش بنقلل من نفسنا، هو احنا بننقل الاختيار، بنحسن الاختيار. ما انا بقول عشان كده. الحاجه الثانيه ان هو سوء الفهم بالنسبه اللي بيبعت لك نص او بيبعت لك ده،
ان هو عايز فلانه، يجيب فلانه دي تتحط فين مش مشكله، أيوة تفضل صح، يلبسها صح. ولا لا. صح. صحيح. احنا الحمد لله، وانا بقولها على ملأ وعلى مستمعينا، احنا مش محتاجين ناكل ولا نشرب. بالظبط، احنا انا دايما دخلنا دي الفن كلمتي بحب. على فكره. ادينا الفن عطاء، صحيح، ادينا حقيقة. حب، ما بصيناش هناخد منه كام. صح مظبوط. صح. ده حقيقة. علشان احنا لا مش مبتذلين، ما قدمناش اهانات، ما قدمناش اعمال سيئه. صح. لا بالعكس، احنا اعمال تتحسب لنا. عشان كده لما ننزل نعمل اعمال جديده، نعمل اعمال تتشاف بعد ما نروح خلاص اختفينا نهائي من الدنيا، تبقى تتشاف زي أنا ما ده الأعمال اللي بالظبط. احنا قدمناها بنأيدك في بتتشاف. الكلام ده طبعا اكيد. انا بايدك جدا على فكره، بس ودي وجهه نظري يا سميره جدا، ان انا ما انزلش غريبة على الحاجه اللي جداً. تستاهل يعني. بقول لك ايه، في مناقشه سامعاني يا اسرار طبعا. سامعاكي يا حبيبتي طبعا. في مناقشه غريبه على الفيس، عمالين يقولوا ان محمد رمضان بوظ جيل اجيال كامل. اه كويس. انا لن الوم ممثل قدم دور، انا صحيح. الوم رقابه صح. اللي قدمت النص وافقت وتوافق عليه. ايوه ايوه صح. والرقابه، احنا كنا بنعمل الفيلم من دول نص بيتوافق عليه، وقبل ما يتعرض النص نفسه الفيلم نفسه بيتعرض على الرقابه تاني. مظبوط. يعني في مقص تاني للرقابه. صح. فلما انا اجي احمل ممثل واقول هو اللي بوظ جيل، لا، ده الرقابه وهم الايادي المسؤوله هي اللي بتبوظ الاجيال، وهي اللي بتسيبهم يتوهوا علشان ما يفكروش في اي اشياء اخرى. عندك حق. نواحي سياسيه او نواحي اي حاجه إن كانت. كلامك مظبوط فعلا. انا معاكي جدا على وبعدين فكره. دي ارفع من شأن المتفرج. صحيح. انا اللي باخد المتفرج وبنزل بيه، صح مظبوط. سواء بقى اللي بيتقدم اللي بيتعمل اللي بده، لا بقى في فهو انحدار في يعني المستوى انا لما الذوق العام. الوم فيها رقابه، قص الرقابه اللي هي اصلا في دوامه وهي مغمى عليها. صح. مش ممثل، معلش ده ممثل، انا الاتي بطلع اعمل شويه بتوعي وخلاص، بطلب اللي بطلبه بيدفع لي، ايوه صح. بمثله. ايوه كل حاجه متاحه، فخلاص بقى بعمل اللي انا انما عايزه. معلش يعني، او انا اجيب واحده اقول لها لا مالت وتعالي اعمل لي بيها فيلم، هتوافق؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا. يبقى انا اللي حاسبها هي؟ لا، انا حاسب المخرج وحاسب الرقابه نفسها. صح مظبوط. صح. كلامك صح. يعني ده سوء فهم وسوء اسلوب وسوء ايا كان يعني. فربنا يا رب قول يا كريم إن شاء الله. ربنا يفتح لنا سوق جديد على ايادي الواصله اللي هي بتقول احنا عايزين نعمل اعمال جيده. صح. تبقى سنه جديده علينا كلنا يا رب ان شاء الله بالخير. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. وانا سعيده جدا ان انا اطمنت على عنبر واطمنت على حبيبتي ما تحرمش منك يا رب. سلام لكل الاعضاء اللي في الاستوديو ربنا يخليك. والمخرجين وكل الدنيا. الله يسلم عمرك يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة. كل سنه وانت طيبه وميشي نعم. بخير. تسلمي لي يا حبيبتي، يا عزيزي اشوفك منوره. حبيبتي بنورك يا أمه. تسلمي لي يا عنبر، وربنا يوفقك يا حبيبتي، واسيبكم بقى عشان ما ناخدش منكم وقت. باذن الله باذن الله. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، ويا رب بخير دايما. ميرسي ليكي. طبعا سميره صدقي من النجوم الجميله طبعا ولا ومن الاجيال اللي طبعا اللي قدمت لازالت حاجات عندها العطاء. كتيره وعندها بتنتج عطاء. يعني وعلى فكره أعمال هي يعني نويت لحاجه مهمه جدا حاصله دلوقتي. احنا بنلوم ليه على فعلا على النجم الفلاني او النجمه الفلانيه؟ نلوم الرقابه. الرقابه لا، والقائمين على والقائمين على العمل الانتاجيه طبعا. واللي بيجي. اصل انا حد بيطلبني دلوقتي، انت بتطلبيني في عمل، انت حاجة. موفره لي كل صح، سبل الامكانيات. الراحة. صحيح. الامكانيات انا هقول لا ماديا أكيد لا. وفنيا. ماديا وفنيا هقول لك صحيح. لا. لكن للاسف هم دلوقتي موتوا اجيال مهمه جدا، قعدوا ناس في البيت مهمه ومحترمه جدا واساتذه واسماء كبار ما بيشتغلوش. صحيح. ما انا دلوقتي زي ما هي قالت ممكن يجي مخرج ابن امبارح، معلش سوري في اللفظ، اصل انا صريحه وما كلامك مظبوط. يعني ما بيفرقش معايا لان ما بخافش غير من ربي. يعني انا اشتغلت مع كل مخرجين الاسماء دول كلهم ولادهم وولاده، لا يعني لسه بدري قوي عليهم. لما تيجي تشتغلي مع مخرج يطلبك عنده مثلا لسه تاني عمل ليه درامي، وتعالي اعملي مثلا 4-5 حلقات، عيب. صحيح. او تعالي اعملي اوديشن. ده عيب وعيب كمان. اوديشن. طب انا ارد عليك اقول لك ايه لما تقول لي اعملي اوديشن؟ ده فرضا بتحصل، يعني بتحصل، حصلت معايا مره وحصلت مع زمايلي لينا، بتحصل كتير جدا، بس انا اوريدي ما عملتش ده يعني صحيح. من زمان. صحيح. فعيب قوي يعني تاريخك 22 سنه واشتغلتي مع كبار النجوم، مع كبار النجوم، وعملتي ادوار مهمه وعملتي بطولات، ويجي يتقال لك اوديشن.
دي برضو انا مش بلوم عليهم فيها، انا بلوم على القائمين على العمليه الانتاجيه، ان هم فين من ده؟ فين ان اسرار ممكن تعمل عمل وعنبر تعمل عمل وفلان يعمل عمل وتشارك عمل غير كبير، غير ما تجيب واحد بس يعمل 5 6 اعمال او واحده تعمل 5 6 اعمال وفي 4 5 ممثلين يفكوا منها 10 قاعدين في البيت. والله يا عنبر ده اللي بقوله، ان احنا يعني نلقي الضوء على كل الناس، عشان كده يعني انا عايزه اقول ده بجد، عايزه اقول يا جماعه يعني ادي الفرصه لكل يعني الناس، صحوا الضمير شويه، يعني شوفوا في ناس ده الحب، ده الحب اللي احنا بنقوله، بيحبونا زي ما بتحب، لانه في ناس طالعه انت تعرفيش دول مين جايين منين، فجاه تلاقي واحده بطله على في مسلسل وممكن تلاقيها في 4 5 اعمال 5 اعمال ايوه، واخده مساحات ومحدش يعرفها. صحيح. وناس كتيره قوي اساتذه محترمين وعلمت الناس دي وقاعدين في بيوتها، قاعدين في بيتهم. انتوا بتسترخصوا؟ معلش سوري، هو استرخاص اكيد. انا بجيب السهل، لكن هجيب عنبره تقرفني بقى، عايزه ماكير وعايزه كوافير وعايزه مش عارفه ايه وليها طلبات، طب تقعد في بيتهم. لا بس انت لو حسبتها من ناحيه تانية هتوفر لك كتير قوي في وقتك في مجهودك. ما انت ممكن تيجي تعملي يعني مشهد تقعدي 17 مره تعيديه، مظبوط، غير ما تجيبي لكن حد فاهم وحد بيحب شغله. الخبره يا جماعه فين كتير، الخبره بتفرق كتير جدا عند الفنان. والله انا برضو زي بناشد المسؤولين المنتجين الكبار اللي موجودين لسه على الساحه، يعني برضو في نجوم كتيره موجوده، يعني كبريائها واحترامها قاعدين في بيوتهم، لازم يعني نشوفهم ونديهم فرصه، مش كل الادوار برضو للناس اللي هي على الساحه يعني كتير. طب ليه عنبر وناس كتيره موجوده؟ عارفه انا عشان كده لما بيتعرض عليا عمل ما يعجبني اقول له ميرسي عشان جدا، كده يا عنبر نتقابل ان شاء الله فرصه ثانيه تكون مفيده. لسه حاصله قريب عملين في شياكه جدا، ميرسي جدا. لا انا ما بشتغلش، انا قاعده ببيتي. عشان كده بقول لك التلفزيون المصري كان بيتنا، طبعا قطاع الانتاج القاهره كانت بيوتنا، يا ريت كنا بنعمل كل يعني حاجه فيها. انت اشتغلتي، الواحد اشتغل كتير كتير قد ايه، وعملتي اسم واشتغلتي كل الشخصيات والناس كانت بتحترمك ازاي، كنت حتى لو ما بتاخديش الارقام الخياليه اللي بتتاخد دلوقتي، بس كنت تاخدي حقك. على فكره ما حدش بيجي على حقك، حتى لو مش كتير، بس حدش بياخد حقك. يا ريت نتمنى ان الحكايه ترجع تاني، وان الحب يسود القلوب، يعني يملا قلوبنا كده كلنا جميعا، ونحب بعض بجد، لان احنا فقدنا شيء من احاسيسنا كتير قوي بجد. يمكن بحكم الظروف الاقتصاديه اللي بنمر بيها، يمكن بحكم الحياه، يمكن بحكم الغلاء اللي بقى في الدنيا، يمكن حاجات كتير قوي الناس مرت بيها. يا عنبر ان احنا ضاعت مننا المشاعر الجميله، ايوه والاحاسيس ان احنا يعني بنحب بعض، في صدق وفي وفاء وفي احترام للاخرين، كل ده كتير برضو افتقدناه. نفسي يعني الناس الانانيه زادت، الانانيه كل واحد يقول لك انا اولا على فكره ويدوس على الاخرين. دي حقيقه، وما يعرفكيش الا المصلحه. صحيح، وتطلبي انت بعد كده مصلحه ما بتلاقيهاش. لا وبعدين لو انت متوهجه ومنوره وبتاع معاكي، لو لا قدر الله اي ظروف بتثبت لك بقى الحقيقه انك بتلاقي الناس مش حواليكي. طب انتوا فين؟ صحيح. يعني كنتوا حواليا وانا لا. دي انا بقول انه الحب ده شيء جميل قوي لو احنا عشنا بيه بجد. انا مش بقولها ولا شعارات على فكره، انا اللي يعرفني عن قرب عارف ان دي تركيبتي طبعا. انا بحب الناس كلها، والحب مش شرط حب رجل لست بس او رجل لامراه. الحب ده حب كل حاجه، انك تحبي حياتك، تحبي نفسك، تحبي بيتك، تحبي شغلك، تحبي اهلك، تحبي اصحابك، صحيح، تحبي الحياه، مظبوط، تحبي كل حاجه بتعمليها. صحيح. فالحب ده لو جمع الناس بعض هتبقى حياتنا مختلفه، بس للاسف قلنا كتير قوي في احاسيسنا ببعض. دي حقيقه. انا بجد نفسي تاني احس بالمشاعر الجميله دي. طب مش بتغني لي حاجه يا اسرار؟ إيه يعني عيب بقى، يعني عيب قاعده مع مطربه. طب نحضر طبعا جزء طبعا بعدين من حلقات عنبر الاول جوزي يتكلم، فانت لازم وهتسيب اغنيه، فلازم بقى تغني لنا اغنيه بمناسبه عيد الحب كده يعني. امال ايه؟ طب الاول يحضروا لنا حاجه طبعا من مسلسل العفاريت، عدلي علام مع الزعيم عادل امام طبعا والنجم عنبر. طب ايه تسمعي، ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا اي حاجه منك حلوه اللي يعجبك؟ هي طلبت مني الحب كله. طبعا يلا بينا. هتغني معايا؟ دندني كده على الهادي كده. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله. حبيبي يقول للدنيا بحلها
قالها والكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس اسقيني وابلع اسقيني تاني بالحب منك من نور زماني اسقيني ياللي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني حسيت كأني اتخلقت تاني. يا سلام، عنبر بتغني معايا، ايه رايكم؟ على قد يا جماعه. الله عليك. الله عليك. طب احنا بنهديها لمحمد طبعا، صح طبعاً. كده، ولسميره صدقي وكل المشاهدين اللي شايفيننا، كل اللي بحبهم، كل اللي طبعا بحبهم. هنغني تاني، بس طبعا عايزه ارجع لمسلسل الزعيم عادل امام، عفاريت عدلي علام. وقفتك مع رامي امام طبعا شيء مش عادي، مع الزعيم عادل امام اكيد كنت خايفه منه اكيد، او كنت يعني، ولا حسيتي بايه؟ لا هقول لك، انا اما عملت الف ليله وليله وعمل لي صدى كبير جدا مع الناس، واتكرمت عنه في اماكن كتيره جدا. جات لي حاجه كده قعدتني في البيت. السنه اللي بعدها ما حدش طلبني في شغل، وكانت مفاجاه جدا للجميع. يعني ازاي بعد الف ليله وليله وبعد الدور اللي كل الدنيا اتكلمت عنه انك تقعدي في البيت، فعادي مفيش مشكله. جت السنه اللي بعدها مفارقه غريبه جدا. الحمد لله انا بصلي، وانا بصلي في مره كده بقول له يا رب بقى، انا دايما لما بحب اطلب حاجه بطلبها من رب العالمين كده مباشر، يعني بيني وبينه. فبقول له يا رب، طب يعني انا موافقه حتى يجي لي، والله العظيم اللي بقول لك ده حصل يا اسرار، وانا ساجده بقول له يا رب انا موافقه حتى ادور مع عادل امام بقى السنه دي، نفسي اشتغل معاه. نفسي اشتغل مع الزعيم، سبحان الله، مع حد كبير كده زي الزعيم. يعني انا اشتغلت مع النجم الراحل احمد زكي، فنفسي لو السنه دي يجي لي دور حتى كده لو مش كبير، والله العظيم. بعدها فات ايام كده، 10 ايام 15 يوم، لقيت تليفون جاي لي من بره مصر. الو، ايوه فلان، مساء الخير، مساء النور، انا فلان المنتج الفني في شركه كبيره يعني اللي عملت المسلسل. بيقول لي انا بتعالج، وبس انت مترشحه معانا في مسلسل عفاريت عدلي علام. لقيت نفسي بصرخ في التليفون. نعم؟ قال لي انت مترشحه معانا في مسلسل، عشان قلبك كله خير يعني. الحمد لله. شفتي سبحان الله. فهنبعت لك الورق، هبلغهم يبعتوا لك الورق على البيت تقري، وانا نازل كمان 10 ايام نقعد عشان نمضي ونتفق، كوني شفتي الدور بتاعه كده. فبعتوا لي فعلا حلقات على البيت، قعدت قريت، انبسطت جدا، انبسطت، فرحت قوي. وبعدين قلت تمام، ما فيهاش تفكير، خلاص يعني اوكي بقى. هو نزل، اتفقنا، كل ده انا ما قابلتش طبعا الزعيم، ما قابلتش، بس عرفت ان اللي رشحني استاذ رامي امام، ولازم بموافقه طبعا الزعيم عادل امام. فخلصت ونزلنا، استاذ رامي امام قال تنزلوا تجيبوا لها الملابس بتاعت الشخصيه، فنزلت انا والستايلست، بقينا متابعينه في التليفون. كل ده انا ما شفتوش، بس من جوايا نفس اللي انت قلتيه من شويه، الرهبه. هتقفي قدام الزعيم عادل امام وهتشتغلي مع رامي امام. انا برضو ما شفتش رامي قبل كده، فما اعرفش شخصيته ايه، يعني صعب، مغرور، هيتعامل معايا بشكل. انا اشتغلت مع الفكره مع رامي. ايوه كده عارفه. انا بقول لك مش عارفه يعني، هتفاجئ، لسه اول مره اشوفك. فالمهم رحنا، لقيته اختار كل الحاجات. جه بقى اول يوم تصوير، اخدت بوكيه ورد وانا رايحه وعلى انه عندي في اليوم ده مشهدين في الاستوديو يعني. فرحت سالت عليه في الاوضه، لقيت المساعد بتاعه، سبت له بوكيه الورد وقلت له لما يجي بلغني. ورحت على اوضتي عشان نشوف اللبس ونشوف الميك اب والحاجات دي. قعدت، وبعدين انا يا دوب راجعه كده لقيته هو جاي، فقال لي نورتي البلاتو، مبروك علينا. هو ده ابتدى كده وهو بيسلم عليا. فحسيت انه الامبريشن الاول لطيف يعني، او اللقاء الاول كده اداكي روح، اداكي يعني راحه نفسيه، راحه نفسيه. ايه ده لطيف وذوق وبتاع. فاتقابلنا وخلاص دخلت، واول ما قال لي مبروك قدام الناس كلها، وكان ما كنتش شفت الزعيم طبعا، ما كانش موجود في اليوم ده. بعدها بقى في اول يوم في الديكور قابلته، انا راح اسلم عليه بس قلقانه، فلقيت كله بيسلم عليه. فلما سلمته، هو حد عايزه اقول لك جميل جدا، بسيط قوي. اول ما شفته بسلم عليه كده، ازي حضرتك، فقال لي ايه ده هتسلمي عليا كده بس؟
فعارفه احساس انه يعني حد شيل من كبير جواكي حد الرهبة كبير دي كده طبعا الاب فنان كده، كبير. فبوسته من دماغه وقلت له انا سعيده ان انا معاك وبتاع وكده. قعد يتكلم معايا خريجه ايه واشتغلتي إيه قبل كده، لطيف جدا وكان مبسوط. الحمد لله انا سعيده بالتجربه جدا، الحمد لله. وليا الشرف ان انا اشتغلت معاهم، ويا رب اكون كنت حتى لو قدمت ولو حاجه بسيطه يعني تعجبهم واكون عند واتمنى حسن يكون في الظن اعمال بيها. قادمه طبعا مع الفن، يعني مع اتمنى المخرج الجميل اتمنى رامي إمام. طبعا، ورامي بجد حد محترم مخرج وانسان رائع. جميل. انا اشتغلت هم معاه على ناس فكرة، محترمه جدا. اشتغلت معاه على فكره مسلسل العراف، اول حلقه كانت بفرقتي الموسيقيه طب، أيوة. وغنيت الف ليله. بجد كنت لا سعيده لا, قد لا ايه هو محترم حقيقي. وبيعرف يتعامل ازاي مع وحد ديسنت وابن ناس بجد يعني. انا سعيده وبشكرهم، بقول لهم هابي كل سنة وانتم فالنتاين طيبين. وكل طبعاً. سنه وانتم طيبين. احنا طبعا معانا مكالمه على فكره منتظره من همسه من الجيزه. همسه، الو الو، همسه معانا. همسه هتتصل تاني اكيد اكيد. عنبر، طب ما نشوف يا ريت جزء طبعا من مسلسل عفاريت عدلي علام. طيب حالا دلوقتي هنشوف طبعا يعني اكيد اجزاء من المسلسل الجميل اللي انت عملتيه. دور عنبر كان في مسلسل عفاريت عدلي علام، يعني دورك كان ايه؟ كان زينات كهرباء كان اسمها الاسم غريب شويه. لا هي المفروض انها رقاصه، بس مش رقاصه يعني مش شغاله الشغلانه بمعنى. هي ست بسيطه جدا وقاعده في حاره شعبيه، وكانت متجوزه وعندها ولد وجوزها ميت وهي اللي بتربي ابنها. فعارفه ما يكون بتشتغل شغلانه عشان تربي الولد ده، عشان بس ما يتبهدلش، وانها تبعد عيون الناس عنها وبتاع. لكن هي انسانه سويه جدا، مش اللي هي الرقاصه. انا حتى عايزه اقول لك الزعيم قال لي انت عملتي الدور بدماغ ثانيه خالص غير اللي احنا انت متوقعينه. اخدتي الدور وظبطتيه. قال لي انت خدتي الدور وبلورتي الموضوع بشكل عملتها. مش دايما لما بنشوف معلش يعني دايما دور الراقصه الناس واخده عنه فكره معينه. مظبوط. انه لازم تضحك بشكل معين، الاسفاف في اللبس في التصرف في الضحكه. انا عملته لا، انا على فكره طول المسلسل لابسه عبايات يعني عارفه، وحد محترم، وحد حتى في الاخر بتتجوز وبتتحجب وبتاع بتلاقي اللي يتجوزها. فكان دور جديد وخفيف، والحمد لله يعني خد صدى حلو مع الناس، انها كمان ما شافوش الراقصه بالشكل اللي هم متعودين عليه. انت شافوه بشكل مختلف بطريقه يعني مختلفه، خدتها بشكل انساني يعني خرجتها من اطار ده لاطار حياتها، دخلتك جوه حياتها هي بتعاني قد ايه. وهو طبعا المسلسل اسمه عفاريت عدلي علام، ففي عفريت من العفاريت بيحبوها ومصمم يتجوزها وبيدخل لها ويخوفها ويمشي وراها وهي بترقص وحاجات كده يعني فاهمه. فاللي هو كان الدور اصلا فيه خفه دم. اكيد يا عنبر، الواحد لما بيخرج يعني عارفه بتعيشي حاله جميله وانت وسط يعني كرو العمل الجميل معاكي طبعا. بين مخرج بين ناس بتحب بعضها. يعني انا رامي امام بجد حد بجد لا محترم جدا. لا هو جميل بجد يعني في تعامله مع الناس بجد حسيت ده منه حقيقه. لا حد عارفه المخرج المتربي بجد متربي تربيه حلوه، بيتعامل مع الانسان. ولما تعملي حاجه ولما تعملي حاجه حلوه تلاقيه بيثني عليكي بشياكه جدا. لا بجد انا كنت مبسوطه بالتجربه جدا، واتمنى انها تتكرر مره واثنين وثلاثه باذن الله. اتمنى يعني بنطلب من سينرجي يعني اتمنى طبعا. في ناس الواحد اشتغل معاهم ويتمنى بجد يقف قدامهم تاني. فانا كمان يعني في ناس وقفت جنبي وساندتني، وانا بكن لهم كل الاحترام وكل التقدير واتمنى لهم كل الخير. يا رب تلتقي مره اخرى مع طبعا الزعيم تاني ومع رامي امام. احنا بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وهم طيبين. طبعا قلت لهم كل سنه وانتم طيبين، وهم دايما في حب وسعاده، وربنا يدي الزعيم الصحه ويخليه دايما منور حياتنا، وربنا يبارك في عمره. يا عنبر نروح لألف ليله وليله ودورك المتميز منيار الشريره. ايه الدور الشرير ده ازاي عملتيه؟ برضو ما والله مش عارفه يعني الدور ده الوحيد عايزه اقول لك في حياتي اللي عملت عليه اوديشن على الشخصيه نفسها. وكنت ما اعرفش ان انا رايحه اعمل اوديشن، انا فاكره ان انا رايحه امضي. اتفاجئت في المكتب ان هم جايبيني عشان اعمل اوديشن. فقلت لهم ميرسي جدا، باي باي، عيب عليكم ان انتوا تجيبوني من بيتي وتنزلوني يعني انا جايه اتفق يعني امضي وتقولوا لي اوديشن. يا اوديشن ايه؟ فقال لي والله يا استاذه والله الاوديشن كل الممثلين عملوا اوديشن على الشخصيات، لان ده حاجه فانتزي الف ليله وليله، فعايز يشوف شكل الكاركترات شكل الشخصيه على، فانت ليه واخداها بحثيه؟ وبعدين انت تعملي اوديشن على الشخصيه اللي انت مترشحه ليها. اصل كتير يجيبوك تعملي اوديشن على اي حاجه وهم مش تلاقي نفسك في الاخر بتعملي مشهد او مشهدين يعني. فقلت له بجد اول ما عملت وراحه تعبانه فعملت، عارفه ما تعملي اوديشن وانت قرفانه، بس عجبني الكلام فعملته كده قدام الكاميرا، فلقيتهم كلهم بيعملوا لي تمام ان شاء الله الدور ده من نصيبك. قلت لهم ان شاء الله خلاص، انا ما كنتش هعمله اصلا بس انتوا نزلتوني باي باي، ومشيت ونسيت الموضوع.
لقيتهم بعد برضو ايام بيتصلوا بيا مبروك. المخرج اختارك انت من 5، يعني كان في ناس كتيره المخرج جدا. كان رؤوف عبد العزيز. اه اختارك من كل الناس اللي عملوا اوديشن، وقال تمام جدا هي دي اللي انا عايزها. اكيد هو ليه وجهه نظر في الشخصيه بيختارها مش بسهوله عشان تعمل دور زي ده. فجيت لقيت بقى بالشر شخصية ده شريره قوي، بالقسوة شريره دي. قوي، وانها عايزه تبقى الملكه وعايزه يعني تشارك في جريمه قتل، وعايزه تسم الناس بس في الاخر بيوريكي برضو ان نهايه الشر شر. هي في الاخر كانت نهايتها اتذبحت، واتذبحت من انسان اللي ادت له كل حاجه وعملت عشانه كل حاجه. يا خساره. ما هو مش دايما تحبي يبقى اللي قدامك يقدر. هو الشر على فكره اتولد من جواه، يعني اكيد في حصل لها يعني كارثه هو جواه. هو كان المساعد العامل الاساسي، لانه اخي الملك عايز يقعد على كرسي العرش، وهي عايزه تبقى الملكه تقعد على كرسي العرش، وهي رئيسه الخدم في القصر، بس المسيطره الشريره اللي شايفه نفسها اللي بتعمل لها حساب، يعني عارفه برضو دور من الادوار اللي عايزه اقول لك لما جه مشهد القتل ده تعبت جدا، وقعدت بعدها في حاله نفسيه فتره بعد مشهد الذبح اللي دخلت في المود ده، فكان صعب جدا جدا جدا. بس الحمد لله يعني التكريمات اللي جت من بعده وحب الناس للشخصيه رغم الشر ده. عايزه اقول لك بعد ما الشخصيه توفت في المسلسل كتير قوي، لا ليه موتوا منير، رجعوها رغم انك شريره. هو الحلو ان انت تعملي حتى ادوار الشر والناس برضو تبقى حباكي او عايزه تشوفك، ده في حد ذاته بيبسطك انت داخليا. يعني انا كان بيبسطني الحاجات دي جدا. الحمد لله عنبر ان جمهورك بيشوفك يعني مأثر. عنبر يبقى هي في ألف ليلة وليلة، عنبر هي في عدلي علام، يعني الحمد لله هي اللي في الروش طبعا المسرح. نخش على المسرح بقى ونقول أعمال عنبر الجميلة في المسرح مع ممدوح موافي الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. الروش في المسرح لا ممدوح كان من ناس من أصدقائي جدا، وكان هو بني آدم. عايزة أقول لك بره فنان جميل، هو كان بني آدم على المستوى الإنساني حد جميل جميل بشكل غير طبيعي. عايزة أقول لك المسرحية دي احنا لفينا بيها حاجات، يعني تقريبا كل جنوب الصعيد واسكندريه وبورسعيد، كل البلاد دي لفينا بيها، محافظات، جميع المحافظات. عايزه اقول لك كان بيحسسني ان ابو البنات قبل ما ياكل يطمن انها اكلت، قبل ما ينام يطمن البنات كلها نامت، يخلي انت خد حتى حقك المادي، لان المسرحيه كانت قطاع خاص، حقك المادي يتاكد هو وصل لك ولا لا. لا كان بيعمل حاجات بصراحه يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناته يا رب. عملت طبعا أزعرينا مع أستاذ عصام السيد على مسرح الهوسابير، كانت فنانة بوسي، وكان أستاذ أحمد بتير، وكانت نشوى مصطفى، وكان محمد الصاوي، وكان بسام كان حاجة. وعملت ديسكو ياهو برضو على مسرح الهوسابير، وعملت مفيش حاجة تضحك كنت أنا بطلتها على المسرح الكوميدي. حاجات كتير قوي يعني، مسرح كتير قوي. اكيد دي كلها علامات. والمزيكاتي يعني وهي بقت كده وال40 41 حرامي كتير. المسرح في قدامك حاليا بتقري او في حاجه بتستعدي؟ لا بصي، من فتره اتعرض عليا حاجه في المسرح بس انا رفضتها، لان انا حاسه ان الفتره اللي جايه دي فتره السيزون، يعني فتره تركيزك في الشغل الدراما اكتر من المسرح لو جه دلوقتي هيعطلك. فلو عملت مسرح، المسرح التزام في الوقت. مزبوط. ولو بتاعي حد يطلبك في شغل دراما في مسلسل رمضان وانت بتعملي مسرح مش هتاخدي، لانه عايز حد يبقى فضيله، لانك ما تضمنيش انت عندك يعني تصويرك الصبح بالليل ما يقدرش، مش هيخنق نفسه، فلازم ياخد حد فاضي. فانا موقفه المسرح دلوقتي، اتمنى ارجع طبعا اعمل مسرح الفتره الجايه تاني، فقلت بس بعد فتره ان شاء الله ربنا يكرمنا في السيزون يعني. طب نشوف حاجه يا جماعه من اعمال الفنانه عنبر، يعني نشوف حاجه من اعمالها الجميله اللي عندنا. استاذ هيثم. طبعا الافلام الجميله اللي عنبر عملتها علمت مع مشاهدينها وجمهورها. حاحة وتفاحة طبعا من ومعالي الوزير وأيظن الشيطان وتفاحة والهربتان. طب نشوف أيظن، ايه رأيك نشوف جزء منه كده؟ تحكي لي طبعا علاقتك طبعا بالفنان الراحل الجميل يعني أستاذ أحمد زكي. بصي أنا يعني يوم ما كنت بشتغل معاه حد فاكرة المشهد؟ طب عنبر هنا شخصية تانية مختلفة، واحدة تانية خالص. عنبر الدور ده اكيد انت حسيتي شخصيه تانية مختلفه برضه. ايوه خالص. خالص يعني شخصيه غير. بصي انا ما كنتش هعمل الفيلم ده. ولو قلت لك برضه ان استاذ محمد سبكي هو صديقه يعني. لقيته بيكلمني بيقول لي بصي انا بعمل فيلم وعايزك فيه. قلت له لا مش هشتغل.
عايزه اقول لك انه جه كلم ماما الله يرحمها وقال لها حاجه ياخد بنتك بالبيت بالعافيه، فقول لها تنزل بالذوق، يعني هي تنزل، ونزلت كده، يعني اللي هو نازله قبلها بيومين 3 مثلا كلمني على الفيلم ده، نزلت عملته كده، وسبحان الله علق مع الناس بشكل لا كان دورك برضه متميز. يعني علق لا، وحته اللي هي بتاعت الوصل اللي بينهم دي في حاجه كده جمله معينه علقت مع الاطفال جدا، كان بيشوف كنت بتقولي ايه؟ اللي هي انا لابسه بدله راس والبيت دعاره، هي كانت بتقول كده، فكان الاطفال معلقين عليها جدا. هو سبحان الله في حاجات تعمليها كده وتبقى انت مش في دماغك انها هتعلق ولا هتعلم ولا هتعمل لك اي حاجه، وبتعمليها كده وانت سايبه ايديكي قوي ومش فارقه، تحسي انها تعلق. عايزه اقول لك الفيلم ده قبل ما ينزل سينمات كانوا بينزلوا البرومو بتاعه دايما، انا كنت بمشي كانوا بيقعدوا يقولوا لي الحته بتاعته قبل ما الفيلم اصلا ينزل السينما، كنت بستغرب جدا من البرومو. بس لما اخدوا الجزء اللي انت عملتيه حطوه في البرومو، كان ده اللي مشغلينه في البرومو متميزه طبعا. فكنت بقعد اضحك فاقول الحمد لله هي بتيجي كده، يعني هي بتيجي كده. وانا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا في حاجه لما باجي اعمل حاجه حتى لو مشهد واحد بعتبره حاجه كبيره قوي، لانه في النهايه بقول هيتحسب عليا اني عملته. صحيح صحيح. فلازم تدي فيه زي بتدي في اي حاجه، خلاص انت قبلتي فلازم تعملي الحاجه صح. انت عارفه يا عنبر كل حاجه، خاصه الفنان يعني حياته مفتوحه لجمهوره، يعني بيحب يعرف كل حاجه عنه، عن حياته الشخصيه، حتى بيحب يعرف يعني برغم ان هو انسان زي البشر. طبعا. الو معانا طبعا. الو الدكتوره صفاء الشريف، مساء الخير عليك يا دكتوره. مساء النور، اهلا وكيل وزاره الشباب والرياضه بالاسكندريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، كل سنه وحضرتك طيبه وكل الساده المستمعين بخير. ربنا يخليكي يا دكتور. الفنانه الجميله عنبر طيبه. ربنا يخليكي حضرتك طيبه يا رب، وعيد حب سعيد عليكي. عيد حب سعيد على مصر كلها يا رب يا رب يا حبيبتي، علينا جميعا وعلى اسكندريه طبعا، وعلى اهل اسكندريه اجدع ناس طبعا. انا بحب اسكندريه جدا على فكره. اسكندريه جميله، اسكندريه ماريه زي ما بيقولوها يعني. اسكندريه جميله باهلها بناسها طبعا. حضرتك اجدع ناس على فكره. نعم. حضرتك اصلا من اسكندريه؟ لا من القاهره. على فكره من اسكندريه. لا انا من المنصوره، لكن انا من المنصوره اساسا، لكن كتير فاكريني من اسكندريه بجد، لكن طبعا انا ليا الشرف بس لان انا بحب اسكندريه جدا، وكنت عملت مسلسل اسكندراني فعلق جدا مع الناس، وانا صحباتي اغلبهم اسكندرانيات على فكره، حتى من هنا عايزه اقول لهم يعني كل سنه وانتم طيبين. هابي فالنتاين. بنسعد بحضرتك ومبسوطين بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد حب سعيد على مصر كلها. وعيد الحب ده مش حبيب وحبيبه، صحيح. ولا خطيب وخطيبه، ولا زوج وزوجه، صحيح. لا ده عيد حب لكل الاسره، حب لكل حاجه في الحياه. يعني لشعب كامل فعلا بيحب بعضه، لشعب كامل بيرتبط ببعض، لشعب مترابط، لاسره مترابطه، ينتج عنها ان رخاء الشعب، ينتج عنها قوته، ينتج عنها تماسكه، ينتج عنها كمان يعني علوه وارتفاعه وتمكنه ان هو يبقى يحكم العالم، ويبقى مصر هي مصر دولة عظيمة بشعبها، بحب شعبها ساعته. طبعا الحب ده اجمل حاجة في الدنيا على فكرة، الحب ده شيء جميل يعني. انا شفت الحب كمان في الترابط اللي بينكم يا دكتوره في اسكندريه، في وزاره الشباب والرياضه، والمسابقه الجميله اللي حضرتك تعبت فيها وطلعت لنا اجيال جميله مسابقه، واصوات اسكندريه مليئه بالبذور الطيبه طبعاً. والاصوات الجميله. حقيقي كنت المجهود تشكري عليه يا دكتور. موفقه دايما يا رب، موفقه دايما حقيقي. اشكر حضرتك، احنا سعدنا بوجودكم معانا. زي ما حضرتك بتقولي، هو العمل نتاج مجموعه كامله، مجموعه فعلا بينها وبين بعض ترابط، وبينها وبين بعض حب. كل كان هدفها ان احنا نطلع شبابنا اللي اصواتهم حلوه، نطلعهم للنور، على اساس ان حضراتكم تبتدوا تتبنوهم طبعا. يعني وحضرتك شفتي اصوات جميله كانت موجوده، العلاقه الطيبه ما بين زمايلي في مديريه الشباب والرياضه كلهم، ما بين كمان المجتمع السكندري. حضرتك شفتي ممثلين من كل الاطياف، الساده النواب كانوا موجودين معانا، جزء كبير من الساده التنفيذيين كانوا معانا، حضراتكم كنتوا موجودين معانا. هو ده اللي نتج عنه ان مسابقه ذا فويس اسكندراني نجحت، وبقت مسابقه جميله بوجودكم فيها.
اشكرك يا دكتور جدا، وانا طبعا سعيده بالمكالمه الجميله دي، وبدعو طبعا كل الفائزين ان شاء الله الحلقه القادمه هيكونوا ضيوف عندي في اسرار والنجوم. بدعوهم يشرفوني ان شاء الله، واتشرف بيكم في البرنامج يعني. اشكر حضرتك لتواجدك معانا، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه واسره برنامجك الجميل طيبه، كل سنه وشعب مصر طيب، فنانتنا الجميله كل سنه وحضرتك طيبه، ويا رب دايما على الحب كلنا متجمعين يا رب. ميرسي يا دكتور، ميرسي. ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم، شكرا يا فندم. عنبر، طبعا اللقاء والحديث معاكي ممتع. انا عايزه اعرف الاعمال الجديده اللي انت بتعمليها، ورساله منك للاسره المصريه والمراه المصريه والفتاه المصريه، تقولي لهم ايه في عيد الحب؟ اعمالك الاول الجديده. بصي انا يعني في حاجات حاليا لسه في الاتفاق، يعني بشوفها لسه بنقراها، لسه بشوف الدور واصل لايه بتاع. ففي مسلسلين يعني في رمضان باذن الله، فربنا يا رب يتممهم على خير ويتموا، فاكيد هقول لك على طول عليهم ان شاء الله، الناس يعرفوا ان شاء الله باذن الله. اتمنى يعني رساله منك. رساله مني عايزه اقول لكل الشعب المصري ولكل حبايبي ولكل اخواتي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في حب، كل سنه وانتم في سعاده، ربنا يسعد كل ايامكم. عايزه اقول للمراه المصريه انت اجمل حاجه في الدنيا، انت الام، انت الاخت، انت الصديقه، انت المحبه، انت الودوده، انت اللي بتدي، انت اللي بتدعمي، انت اللي بتقفي في كل المواقف سند واخ وكل احسن من اي حاجه. فدايما اثبتي على مكانتك، حبي نفسك، اوعي حاجه تهينك، اوعي حاجه تهين كرامتك، انت كل حاجه حلوه في الدنيا. واي حاجه من غير يعني الراجل من غير الست مفيش، فالست دي اجمل شيء في الكون. وطبعا احنا ما نقدرش نعيش من غير الرجاله، لان الرجاله دول برضو اجمل شيء في الكون، بس اهم حاجه ان يكون بيجمع بيننا الود، موده ربنا ورحمته والحب طبعا. وده اهم حاجه. فيا رب دايما اشوفكم كلكم حبايبي وانتم سعداء ومتهنيين، ويوم الخير والسلام على مصرنا الحبيبه، ويحفظنا رب العالمين من اي حاجه وحشه في الحياه. الحديث معاكي ممتع يا عنبر، انا بحبك في عمل دي، اكيد بحبك من قلبي. انا كمان بحبك جدا جدا حقيقي. وطبعا اتمنى يا رب تكون دايما الايام الجايه ليكي في ازدهار ونجاح واعمال جديده باذن الله يا رب، باذن الله ترجع تاني دعواتك باذن الله يا رب. احنا يعني قطاع الانتاج يرجع تاني يا رب، واتمنى ان المنتجين يبصوا بعين الصواب وبعين الصح، ويشوفوا الناس اللي بجد. انا دي رساله بوجهها مش عشان عنبر، مش يعني بوجهها للجميع، لان احنا لينا زمايل كتير واساتذه وناس كتير. يا جماعه بصوا بجد بعين الرحمه، بعين الموده، بعين الناس اللي تعبت، اللي عملت اسم، اللي زرعتها بمجهودها وبدمها وبتعبها وبشقاها. بصوا لهم، لان في ناس كتير جدا محتاجه انك تبصوا لها. فاتمنى ان الناس كلها يعني احنا في عيد الحب حبوا بعض بس. وانا طبعا بضم صوتي لعنبر بقول لكم حبوا بعض، اكيد بالحب هنحقق حاجات كتير اكيد. طبعا بشكر عنبر، بشكرك، الحديث معاكي ممتع والوقت يا خساره بيجري بسرعه معاكي. انا اللي سعيده ان انا معاكي، وبشكر انا اللي بشكرك مخرج البرنامج، بشكر كل الكرو اللي قائم على العمل والمؤدين طبعا عشان مش عارفه اسمعهم، لكن بشكرهم فردا فردا، بقول لهم سعيده ان انا معاكم، وعيد حب سعيد عليكم جميعا، وربنا يسعد ايامكم، ودايما متطورين ومتقدمين، وبتعملوا اعمال حلوه، وبتعملوا قناه كده مليانه بكل الحاجات المتنوعه الجميله اللي زي اسرار. وعايزين نختمها بقى بحاجه يلا حاجه وبعد كده هنستقبل معانا طبعا الشاعره الجميله فاطمه نعيم، ومعانا الاستاذ معن الطائي رئيس ملتقى الفنان طبعا، ورئيس ملتقى الفنون العربي الدولي، ومعانا كمان الموسيقار الجميل الشاب عمر اسماعيل من العراق. نقول ايه؟ يلا حاج عبد الحليم حافظ، ايه رايك؟ ونطلع باغنيه كان بيسمع اتمنى طبعا اكسكلوزيف على قناه مايسترو. نقول أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة قلبي يعدلي كل كلامك، كلمة كلمة عيدها عليا، لسه شفايفي شايلة سلامك، شايلة أمارة حبك ليا. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت هنعشق تاني. أول مرة
كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم في الفقرة الثانية طبعا بين الشعر والموسيقى والإبداع. نجومي طبعا الشاعرة والإعلامية الجميلة فاطمة نعيم. أهلا بيكي فاطمة. اهلا بيك حبيبي. كل سنة وانت طيبة. أسعدتيني النهاردة بحضورك. تسلمي. أنا أسعد والله حبيبي. ميرسي. معايا طبعا الفنان معن الطائي رئيس ملتقى الفنانين العرب الدولي طبعا، وفنان هو هيحكي لنا عن تاريخه بين مصر والعراق. أهلا بيك أستاذ معن. أهلا. أشكركم. نورت مصر. الله يخليك. نوركم إن شاء الله. ربنا يخليك. معايا طبعا الفنان الملحن وعازف العود عمر اسماعيل من دولة العراق. اهلا بك عمر. اهلا بك. اشكرك واشكر معرفتك. انا سعيد بمعرفتك. شرفتنا يا عمر. اهلا بك. اكيد الوقت هيبقى معاكم جميل بين الموسيقى وبين الشعر وبين معن واعماله الجميله ودعمه ليكم، فشيء جميل يعني. طب نسمع كده، نبدا كده بالاشعار الجميله اللي فاطمه بتبهرني بيها. من ديوان كأنك نبي واللي نزل في معرض الكتاب 2020 من القصائد يعني القريبة لقلبي جدا. اعتقدت أنك تشبهني، فلما رأيتك وجدت غير هذا. وجدت أنك جزءا مني، وجدت أنك تملكني، توأمي، مرايتي، عنيد صعيب مزاجي، ولكن رغم هذا ما زالت ابتسامة الأطفال تعلو وجهك، وما زالت الألحان الجميلة تعزف داخل قلبك، وما زالت الأفكار العاتية تتكسر على شواطئ الود والإخلاص في أعماق صدري. اعتقدت أنك تشبهني، فلما رأيتك وجدت غير هذا. هذا يا رفيقي ما اعتقدت، وهذا أيضا ما وجدت أن أحلامك هي أحلامي، وأن آلامك هي آلامي. وجدت أن أشياء كثيرة، أشياء كبيرة مشتركة بينك وبيني، فصار إليك تجذبني، وصارت بك تربطني، وشعرت أنك غير أي أحد عندي، وأن نظراتك تعزف بنغم على أوتار حزني. اعتقدت أنك تشبهني، فلما رأيتك وجدت غير هذا. هذا يا رفيقي ما اعتقدت، وهذا أيضا ما وجدتك تحفر بكلماتك في أعماق ألمي، تكتشفه، تنقب عنه، وبسابق إصرار وترصد تثيره، لا لتوجعني ولكن لتمزقه أمام عيني، فينساب من بين أصابعك كالماء الجاري وجعي، وتصفع بنظراتك قلبي بقوة، لا لتؤلمه ولكن لتعيد إليه الحياة مرة أخرى. اعتقدت أنك تشبهني، فلما رأيتك وجدت غير هذا. هذا يا رفيقي ما اعتقدت، وهذا أيضا ما وجدت. الله عليك يا فاطمة. طبعا الكتاب باسم كأنك نبي. شرفني طبعا أهديكي. ميرسي. نسخة على كان في معرض الكتاب الدولي السنة دي. مبروك فاطمة طبعا، مبروك الكتاب. يا رب يبقى كتير دواوين كتير لفاطمة نعيم. إن شاء الله تسلم. معن طبعا بطاقة معن الشخصية والفنية للجمهور المصري الحبيب معن الطائي من العراق. برحب بيك طبعا، وانتوا طبعا يعني كنتوا رؤساء الملتقى الفنانين العرب الدولي، وعارفاكم ان انتوا عاملين يعني الحمد لله اعمال كتير مع بعض. فياريت تكلمني بطاقه منك لجمهورك. طبعا هو بدايه اشكركم مره ثانيه على هذا اللقاء الحلو اللي راح يعطينا فرصه انه نتكلم عن ما احنا نمثله لبلدنا مثلا كفن
وكإعلام. وعن المسألة الأخرى هي جمعتنا مصر على الملتقى. الملتقى طبعا بدايات يعني كانت بالتشكيل، بعدين انتقلت إلى الخط العربي بعد ذلك، وبهاي الفترة كانت الكاميرا ملازمتني التصويرية الفوتو، فأبدعت بهذا المجال الحمد لله الشكر. وصلت إلى مراحل كبيرة بالفوتوغراف، وشاركت بعدة لقاءات واجتماعات تجمع الفنانين العرب والعراقيين وعلى مستوى حتى الدولي. فإذا نتكلم عن المرحلة الانتقالية بحياتي الفنية فهي تبدأ من مصر. تبدأ من مصر انتقالة كبيرة جدا. فقبل عدة أشهر أقمت معرض مشترك مع مجموعة من أصدقائي في دار الأوبرا المصرية، وكانت الأعمال عن مدننا المدمرة والأشياء اللي حدثت فيها. من بعد ذلك يعني حاليا معنا مكالمة من المركز الثقافي العراقي. أهلا بيك أستاذ أمجد سعيد، أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، تفضلي. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الله يسلمك، كل سنة وانتم طيبين. ميرسي. معانا الأستاذ طبعا معن الطائي والأستاذة فاطمة نعيم وعمر إسماعيل من العراق. أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين. نعم أستاذ أمجد، رحب بك طبعا وأشكرك على المداخلة أنه دخلت ويانا على الهواء. وأنا الشرف طبعا معرفتك بمصر، عرفتك أخ وصديق غالي. أهلا وسهلا. نحن مصر هي قاعدة من قواعد الأمة العربية بالفن والثقافة، وأنا سابقا بالتسعينات كنت مديرا للمركز الثقافي العراقي بالقاهرة. أيوة. ويعني طبعا وما زلت أنا على علاقة عميقة بالمثقفين والفنانين سواء في مصر أو بالخرطوم التي عملت بها أيضا، وفي الأردن في عمان. وأنا منذ سنوات عديدة موجود في مصر أتابع الحركة الثقافية، وأنا طبعا شاعر يعني أكتب الشعر والمسرح، وعندي علاقات طيبة مع الحركة الثقافية المصرية. نعم. سعداء بك جدا يا أستاذ أمجد يعني، وأنا بقول للشعب العراقي الطيب الكريم كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيب. أهلا وسهلا. أشكرك. مصر طبعا بترسل لكم السلام لأرض العراق الكريم. وأنا طبعا أشيد بالملتقى الذي يعني أشرف عليه الإخوة الأعزاء فاطمة ومعهم وبقية الأصدقاء، الذي قدم يعني العديد من المشاركات الطيبة لفنانين من مختلف الأقطار العربية، وقدم صورا ورؤى مختلفة تعبر عن الواقع العربي وتعبر عن التطلعات التي يكنها الفنانون الشباب خاصة في مختلف المجالات. وكان يعني أيضا بحضور الأخ الفنان أحمد الجنايني، وتعليقه على اللوحات كان تعليقا عميقا ومثقفا حول دور الفن أيوة في الحياة وفي المجتمع. وطبعا مثل هذه الملتقيات تقدم صورة من صور الثقافة والفن الذي يتطلع إلى المستقبل ويرفد هو وغيره النهر الكبير لحركة الثقافة والفن العربي. طبعا شيء جميل ومشرف ان الملتقى كان رائع فعلا ونجح نجاح باهر، وبنشكر ماعن وفاطمه على المجهود اللي اتعمل. بجد كان الملتقى بيضم لا يقل عن 13 دوله، فكان شيء مشرف. بنشكرك استاذ ماجد على المداخله الجميله دي، وان شاء الله نلتقي بحضرتك في اسرار والنجوم. تشرفنا. اشكرك يا فندم. تحياتي يعني تحياتي لكم جميعا. تحياتنا لحضرتك استاذ امجد، شكرا. اهلا وسهلا. طبعا سر نجاحنا هو كان أنا والأخت والصديقة والشريكة فاطمة بالملتقى الرابع. سر نجاحنا كان هو أنه كنا مؤمنين بأنه الفن لازم يكون رسالة تصل للجميع،
فهذا كان طموحنا يعني انه نصل لهي المرحله. الحمد لله الملتقى كان بيضم دول كتير، انا شفت نعم. طبعا وفعاليات كثيره ايضا. الحمد لله فعاليات ايضا يعني كانت كثيره. حسيت ان كان بيضم، يا ريت اعرف الدول اللي طبعا اللي ضمت في الملتقى. كان معنا مجموعه كبيره جدا، اكثر من 10 دول عربيه. الملتقى الثاني كان كمان 15 دوله عربيه. شكرا يا فندم، شكرا يا استاذ ماجد، شكرا يا فندم. ايوه. بدايه طبعا من فناني مصر، فنان العراق، السعوديه، كان معانا مشاركين من اليمن، كان معانا مشاركين عرب في امريكا، كان من الاردن، كان من الجزائر، من تونس، من يعني عده دول، معظم الدول العربيه، من ليبيا كان معانا الاديب استاذ حسين المالكي، واللي فاز معانا طبعا من ضمن الاوائل. كمان المهرجان كنا اخدين على مستوى كل المجالات الفنيه، خدنا من كل مجال عمل او 2 فني مميز باتفاق اللجنه، بدايه من دكتور احمد الجنايني الفنان التشكيلي والشاعر، ومرورا بزميلي وصديقي استاذ معن الطائي، استاذ بدر الجبيل، تحيه له. تحيه لي استاذ بدر من السعوديه طبعا حقيقي لوحاته ابهرتني فعلا حقيقي. واعماله طبعا يعني جدا راقيه، وكان هو المفروض اللي يفوز طبعا، بس لانه من اللجنه، فألف شكر وتحية على وجوده معانا. كمان معانا أستاذ عمرو القبيل المخرج طبعا أخويا وصديقي الراقي. كان معانا مجموعة، اتفقنا على بعض الأعمال. طبعا حبيبتي أستاذة أسرار فازت مستوى أول غناء بإجماع اللجنة كلها، وهي تستحق ذلك فعلا. بالنسبة للمواهب اللي كانت موجودة، كانت هي التوب بالنسبة لهم. كمان أستاذة شعاع فريكيان من السعودية، حقيقي عجبتني أعمال شعاع كتير جدا جدا، هاند ميد كمان ونحت متميز، كانت عاملة أعمال جيدة جدا. يا ريت نشوف اللوحات دي على الشاشة، يعني الحاجات دي موجودة معانا، موجودة صورها طبعا. كمان يعني في معانا في الفن التشكيلي طبعا أستاذ أحمد شيخاوي من العراق، فاز بالنسبة للتصوير فوتوغراف. وكان معانا في الشعر دكتورة نجلاء السناري فازت. الأكاديمية أميرة أيضا فازت بالتشكيل. نعم. من الموصل من العراق. كان في من العراق فنانين. نعم. كانت معظم المشاركين أو معظم التكريمات كانت من الفن التشكيلي، أسماء يعني كذا اسم من الفنانين من السعودية ومن مصر، من العراق. مصر مين فاز من مصر؟ من مصر كان الخط العربي أستاذ نصر، وكان معنا أستاذ محمد الجيار، برسل له سلام وتحية طبعا. كان معنا في مجال أحمد الهلالي أيضا بالتشكيل فاز، الطفل. أيوه أحمد ابني والله ربنا يبارك. وأنا ما حطيتش اسمه طبعا من ضمن الفائزين ده علشان ما تبقاش يعني، بس اللي ذكر اسمه أو يعني تفاجأت باسمه دكتور عادل بنيامين طبعا. تحية وتقدير لي، كان عضو لجنة التحكيم، فوجدت انه حاطط اسمه، قلت له لا ابني مش عايزاه يفوز يعني، بس قال لي لا يعني انه يرسم لوحة زي دي في 5 دقائق يعني هو وان شاء الله المرات القادمه يرسم لايف. طبعا انا برسل التحيه للاستاذ عادل بنيامين الفنان الجميل التشكيلي معانا على الخط حاليا. استاذ عادل مساء الخير عليك. مساء الخير، ازي حضرتك يا استاذه اسرار؟ كل سنه وحضرتك طيب وعيد حب وانت بخير. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ وكل المجموعه اللي مع حضرتك اساتذتي طيبين وبخير والسلام. الله يخليك، ده من ذوقك وتواضعك والله يا دكتور عادل. حضرتك استاذنا كلنا. طبعا كان هو استاذ عادل بيحكم في اللجنه، عضو لجنه التحكيم، وكان هو ودكتور احمد طبعا كان ايده بايدنا طول المهرجان. انت فنان بنتشرف بيك يا دكتور عادل، حتى تنظيم الاعمال كان معانا دكتور عادل معاون، بنتشرف بيه وباعماله الجميله طبعا حقيقي. ربنا يخليكم. المعرض بصراحه معرض الملتقى الفنانين العربي الدولي الرابع من المعارض الرائعه اللي ضمت مجموعه تقريبا اكبر مجموعه انا شاهدتها في خلال السنوات الأخيرة حقيقي. اللي هي من الدول العربية، حاجة تفرح ومستوى عالي جدا. كان شيء مشرف فعلا حقيقة، ومستوى عالي جدا. يعني سعيد ان انا كنت مع الفنانة التشكيلية
والشاعره شاعره إحساس رائع وصحفيه واعلاميه والله رائعه حقيقي. ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه الفنانه يعني مش عارف يعني طريقتها في الاداء وفي الكلام. فاطمه نعيم بتقولها بطريقه جميله جدا. وفي نفس الوقت الفنان التشكيلي العظيم معن الطائي وبدر الجبيل ومجموعه بصراحه الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه. والمكان كمان رائع اللي هو في مركز التعليم في الجزيره. ملتقى بصراحه يعني من الحاجات النادره اللي الواحد بيحبها او حبها واشتغل فيها بحب فيها. ميرسي استاذ عادل، ربنا يديك طول العمر كده ودايما تبدع في لوحاتك ودايما نشوفك. وانا عايزه اقول لك ان حتى الفنانين العرب اللي ما حضروش لمصر يعني من قبل سواء اليمنيين السعوديين ينتظروا ان لازم ودكتور عادل بينقد اعمالهم الفنيه يقول لي صور لنا فيديو نشوف من اجل طبعا علشان أكيد. يستفيدوا من خبرته طبعا حيث خبرة وعلشان يعني فعلا بيفتخروا بيه طبعا. يعني يفتخروا بس اذا علق على عمل من اعمالهم او تواجد بجوار اعمالهم كصوره بيشعروا بالفخر وينتظروا حضوره في كل ملتقى. وانا دايما بتشرف بيك طبعا دكتور عادل ونتشرف بحضورك وبنقدك البناء وشكرا لتواجدك دايما معانا. ميرسي يا دكتور عادل، ميرسي حضرتك على المكالمه الجميله دي. ميرسي. عمر، نتكلم عمر. نعم. الفنان الشاب الجميل. الله يخليك. احكي لنا عنك يا عمر. جمهور مصر عايزين يعرفوا مين هو عمر اسماعيل اللي جاي من دولة العراق عشان يلتحق بالفن المصري ويكون موجود هنا في الإذاعة والتلفزيون وفي الأماكن وفي الأوبرا. يعني عايزين نعرف عمر اسماعيل. بالبداية أنا أشكرك جدا. أنا عمر من العراق مدينة الموصل. نعلي صوتك يا عمر شوية عشان يسمعنا جمهورنا. عمر إسماعيل من العراق مدينة الموصل حد أم الربيعين. درست هناك آلة العود وأنا أساسا خطاط اختصاصي بالخط العربي بس كنت أحب العود واتجهت للموسيقى بعد ذلك ودرست على يد أستاذي أكرم حبيب. طبعا تحياتي له من خلال قناتكم ووجه له تحية لأستاذي الكبير أكرم حبيب. بعد ذلك أكرم حبيب طبعا الفنان الكبير. نعم. تمام. طبعا درس على يده كثير من الاساتذه امثال الفنان كاظم الساهر. طبعا تعلم على يده آلة العود. تمام. الاستاذ اكرم حبيب وغير موسيقيين ايضا. فانا تعلمت العود على ايده والاستاذ كان يعني ظروف البلد شويه ما تساعد فاعتمدت على حالي. بعد ذلك شفت الاستاذ الكبير تحياتي طبعا الاستاذ موسيقار نصير شمة. طبعا جيت هنا وبيت العود العربي طب يا ريت نسمع حاجه من اعمال عمر من مؤلفاتك. نسمع حاجه طبعا ليك. قبل شيء احنا احب اسمع حاجه هديه صراحه لوالدتي واحب اهني لي صار لي نرسل لها التحيه نقول لها كل سنه وهي طيبه. طبعا بدل ما اعزفها هي الموصل كلها الناس الموصل واهل الموصل العراق وشعب العراق الكريم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله.
الله. لا تغنيها. الله عليك. هاي تغنيها. تغنيها يا عمر. غني. يلا غني. اغنيه حقيقي. طب نسمع منك حاجه تراث. يلا مقطع منها. يلا 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 يردي لي يلا. يلا. طبقة عليك انت هواية عليك. تحرجني استاذ معنا. ناخذ غير طبقة. طب غير الطبقة. يلا. تحبون الله ولا تقولون دخيل الله لا تقولون سعاد كل ما تيتو دلال سعاد ما ماتت عيني دلال تحبون الله ولا تقولون دخيل الله لا تقولون سعاد كل ما تدلال دلال سعاد ما ماتت عيني دلال. عمر تأثرت انت بمين كفنانين في الوطن العربي او في خاصة العراق يعني؟ والله تأثرت بمين يعني؟ كثير فنانين هم اثروا بينا خصوصا يعني انا عايز اعرف المطربين عندكم في العراق يعني احب المطربين عندكم في العراق. والله احنا جيل السبعينات يعني كلهم فنانين. أيوة. العصر الذهبي يعني الاستاذ فاضل عواد الاستاذ حسين نعمة الياس خضر كثير اسماء حميد منصور كريم منصور بعد جيل الثمانينات وبعدها اتى كاظم الساهر وماجد المهندس. هاي الاسماء اللامعه عليهم الساهر. كاظم الساهر طبعا انت عارف مصر ستتاثر كثيرا بكاظم الساهر. اي نعم. طب يعني يا ريت نسمع حاجه منك لكاظم الساهر عشان نسمع اشعار كمان لفاطمه ونشوف كمان الملتقى. هيعرضوا لنا صور حاليا برضو من الملتقى. ايوه يا ريت. الملتقى طبعا هنتكلم عليه بس نقول حاجه لكاظم. شوف تحب تقول له ايه؟ يعني مشكله عارف اتجاهات الغناء 6 أسرار راح تساعدك. لا ايوه الغناء احيانا يحتاج تمرين ايضا يعني فنان كاظم طبعا الساهر. طب يعني قول له احنا بنشوف الملتقى ورانا اهو. تقول ايه؟ أنا آسف يا جمهور. لا لا لا. أشهد أن امرأة. يلا قول مذهب منها كده. أشهد أن امرأة أتقنت اللعبة إلا أنت واحتملت حماقة 10 أعوام كما احتملت واصطبرت على جنوني مثل ما صبرت وقلمت أظافري ورتبت دفاتري وادخلتني روضة الأطفال إلا أنت. يا سلام يا سلام. طب هنكمل كلامنا مع فاطمه ومعين بالنسبه للملتقى. طبعا الملتقى حدث يعني كبير وان شاء الله ده يعتبر الملتقى بينكم الكام رقم كام؟ الثاني. هو الرابع الدوره الرابعه. انا اقمت 2018 كان اول دوره في شهر 8 2018. وكنت يعني أسست المهرجان وحدي وأقمت بعد كده الدورة الثانية. الأولى كانت في ساقية الصاوي كانت مجموعة من الشباب المواهب وبرضو كان في دول عربية ولكن كانت قليلة. في الملتقى الثاني اختلف الأمر دخل معايا العراق بقوة بس ما كنتش لسه تعرفت طبعا على صديقي أستاذ معين طبعا. كان مشارك العراق أكثر من 30 فنان عراقي في كل المجالات الفنية. كان عمر معانا وقتها في العزف في الشعر في الخط العربي. كان معانا أستاذ مزر الخالدي شعر. كان معانا أستاذ عطية يعني مجموعة كبيرة عشان كده جدا. أنا حسيت بروح الحب يعني النهاردة عشان عيد الحب طبعا. فقلت أنا حسيت إن أنتوا بيجمعكم الحب عشان كده يعني ما همتكمش المادة قد ما همكم إن أنتوا يعني نتجمع ونعمل عمل بحب. كان موجود أكتر من 15 دولة طبعا عربية. اللوحة دي عجبتني طبعا أكيد. تصوير فوتوغرافي. بعد كده جت الدورة الثالثة. كان معايا طبعا ما بين الدورة الثانية والدورة الثالثة تعرفت على أخي وصديقي طبعا معا الصورة بدعوة من أستاذ عمر إسماعيل. طبعا عمر هو كان السبب طبعا.
دعاني لإحدى الملتقيات اللي كان أقامها أستاذ معن وخمس فنانين آخرين. أستاذ معن ده مين؟ بدر مش كده؟ بدر الزبيل وأستاذة شعاع البريكان من السعودية اللي فازت معنا في المركز الأول. مشغولاتها كانت رائعة طبعا. سيادة اللواء طبعا دكتور محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، واللي بشكره جزيل الشكر حقيقي على تواجده معنا وعلى دعمه وكلماته الدافعة والمشجعة. طبعا الأعمال لو نثبت عليها بس نثبت عليها هذه الأعمال نثبت عليها. العمل على الشمال هنا دي لوحة بورتريه طبعا كانت مفاجأة من صديقي أستاذ معن الطائي. أعمال معي. أولا الصورة خدها أنا ما كنتش أخدة بالي طبعا، يعني حتى الصورة صورتك هي صورتي وأنا هو صورها فجأة. يعني المفروض إن إحنا بناخد كامل، اختار الصورة الوحيدة اللي أنا ما كنتش أعرف إني بتصور فيها أصلا وهعملها البورتريه. كان لبس هندي، كنا عاملينها فوتو سيشن في شارع المعز، وجاب ورايا احدى المساجد الهنديه علشان تلائم اللبس. الصوره دي فازت برضو من العشرة الاوائل. صديقنا من ذوي الهمم استاذ تامر رأفت، اللوحه اللي على اليمين تقابل البورتريه. وطبعا انا بوجه له الف شكر وتحيه على تواجده برضو من الناس اللي كانت سبحان الله رغم انه لا يتكلم بس كان عامل طاقه ايجابيه بحبه وبابداعه وبفنه. طبعا انا سعيده جدا باللقاء معاكم. نختم كده يا فاطمه طبعا باشعار جميله منك. يعني انا سعيده طبعا باللقاء معاكم، والوقت معاكم يعني بيجري بسرعه برضو. فمعن اتمنى طبعا يكون في ملتقى اخر يعني جاي كتير، ملتقيات كتير مشاريع كتير تشجيعا يعني نجاح المؤتمر ده في مصر وفي العراق. يعني نجاح فعلا المؤتمر الملتقى اكيد اداك قوه انك انت تتفاعل اكتر. اكيد ويبقى في ترابط اكتر بين مصر والعراق. شيء جميل طبعا. بالبدايه طبعا الانطلاقه من مصر غير طبعا. الانطلاقه من مصر غير يعني لان مصر هي قاعده، مصر ام الدنيا طبعا، قاعده كبيره جدا. كتير. فشكرا لوجودكم في مصر، ده شيء جميل. واكيد لقيتوا ايد العون، يعني اكيد في ترابط بين مصر وبين الدول الاخرى، فده شيء مشرف. نختم كده يا فاطمه باشعار الجميله بتاعتك. انا يعني عشقت اشعارك. انا عايزه بس اوجه كل الشكر تحية وشكر لمامتي اولا طبعا كل سنه والبابايا على تشجيعهم ليا وعلى وقوفهم جنبي ودعمهم الدائم اللي بيشجعني دايما اني افضل من حسن لاحسن طبعا. وكل ملتقى الحمد لله بقدم افضل من اللي قبله. كمان شكري لمعن الطائي طبعا واستاذ عمر معانا وليكي والاسره البرنامج كلها. وعشان بقى جزء من اشعارك الجميله دي عشان نختم الحلقه. تمام اشكرك. طيب يلا انا حابه اقول حاجه بما اني قلت هو الديوان لغه عربيه فصحى. احنا هنقول حاجه عاميه. طب يا ريت هنقول حاجه عاميه وبدون موسيقى بقى. طب عشان وعجبي وعجبي علي ما يعرفك غير وقت مصلحته. في المايك يا فاطمه. اوكي. وعجبي يعلي ما يعرفك غير وقت مصلحته، وتبقى انت ضحكته وسعادته وانت راحته، وتمر الايام وتنتهي معاك حك يبعد قليل الاصل ما هي اصل دي عادته، لعمره هيوفي ليك ولا حتى لنفسه، خاين وشيء عادي ما دي شمته وده طبعه، وكل من كان يخونه وان كان من دمه، وانت لا اخوه ولا قريب، ده انت يا دوب صاحبه. هتقولي اصل انا كنت اقرب حد ليه، عجبي عليك تقرب له عن نفسه، عجبي عليك عايزه يشتريك وبالرخيص باع قلبه ونفسه، النهارده معاك وبكره مع غيرك، ولا عمره هيلاقي راحته، ولا هترسي على بر امان في يوم سفنته. ميرسي يا فاطمه ليكي. ميرسي معن. نختم يا عمر بضمني على صدرك وبعدني عن الناس. يلا بشكر طبعا كل كروه العمل. ميرسي المخرج الجميل هيثم حسين، ميرسي جو، ميرسي كل القائمين، كل سنه وانتم طيبين. بشكر طبعا قناه مايسترو وطبعا الباشمهندس مصطفى بدران، بقول له كل سنه وانت طيب، ومايسترو بحب وسلام، وكل القائمين على قناه مايسترو وعلى برنامج اسرار والنجوم. ويلا بينا ضمني على صدرك طبعا. لقازم يلا مع بعض. قبل ما نختم انا احب اشكركم واشكر الاستاذ معن والاستاذه فاطمه طبعا. اشكرك معن جدا، واحب اقول كل اهلي واصحابي
ودلوعتي أهل العراق. وطيوبتي. يلا. كل عام وهي يلا. بخير. اوكي أيوة، دلوعتي. يلا ضمني على صدرك وبعدني عن الناس، شوف الغزل والحب. يلا ضمني على صدرك وبعدني عن الناس، شوف الغزل والحب والنشوة والإحساس. والله يا عمري، والله يا عمري، والله يا عمري، والله يا عمري، تذكر بدون الكلام. ضمني على صدرك بردان دفيني، وانت على كيفك موتني وحييني. ضمني على صدرك بردان وانت على كيفك موتني وحييني. بدون كل البشر تعجبني يا عيني. ضمني على صدرك وابعدني عن الناس، شوف الغزل